من احلى واطيب الاكلات اللي بحبها في حياتي هي طاسه السجق دي. وهبقى بظلمها بصراحه لو قلت شبه بتاعه الشارع، لان ملهاش علاقه خالص ببتاعه الشارع. يعني طعم وريحه ونظافه. عايزه اقول لكم، لما بكون بجد نفسي اكل اكله كده مختلفه خالص، بقوم اعمل لي طاسه السجق دي، يا اما بسندوتشات السجق يا اما بالمكرونه. انا المره دي عملتها بالمكرونه. عايزه اقول لكم طعمها رهيب. يلا بينا بقى نشوف احنا عملناها ازاي. عاملاها بطريقه سهله وبسيطه ومكونات بسيطه جدا، ولا بقى بهارات كتير ولا توابل كتير. عايزه اقول لكم الطعم حكايه. شفتوا ازاي جوسي وخفيفه كمان في نفس الوقت. يلا نشوف عملناها ازاي. نيجي بقى هنا للسجق بتاعنا. انا جايبه عندي هنا من مزرعه العاشر، طبعا عندي في العاشر عارفين انا بعشق السجق بتاعهم. بيبقى خطير، بيبقى جايلي طازه كده ومش مجمد، ويبقى حلو قوي، بيبقى كمان ريحته تحفه. يعني انا بوريكم شايفين اصلا لونه كمان عامل ازاي. لا رهيب بصراحه. نيجي بقى على السجق بتاعنا وهنقطعه، مش هنقطعه قطع صغيره، هنقطعه قطع متوسطه عشان انا مش عايزه مهري المره دي، انا هعمله يبقى قطع حلوه. المهري ده بحبه الصراحه في السندوتشات، بيبقى خطير، بيبقى مهري كده ومهروس كده في نفس الوقت. انا شفته انا بقطعه ازاي، نقطعه كل حجم واحد عشان يبقى مستوي سوا واحد. هنقطعه بقى بالطريقه دي. هقطع الكميه بتاعتي كلها. واهم حاجه السكينه اللي تكون معاكي، بالذات لما تيجي تقطعي السجق وهو طازه، تبقى حاميه شويه عشان ما يتهريش منك. يا اما تقطعيه بالراحه خالص بحيث ان تبقى الواحده بس كده كامله يعني مش مهريه معاكي من الاخر. عايزه اقول لكم انا واقفه وشم ريحه السجق وهو ني. ريحته جميله، مش الريحه مثلا اللي انتي تبقي قرفانه وانتي واقفه او ماسكاه والكلام ده. لا بصراحه خالص. ان زي ما انتوا شايفين انا بقطعها كلها سوا واحد. وبكده اكون انا خلصت الكميه. هنيجي بقى هنا على الطاسه بتاعتنا. هنحط رشه زيت صغيره جدا، بحيث بس اللي هي السجق اول ما احطه على الطاسه ما يلزقش فيها. هنسيب الطاسه كده تسخن براحتها، ونوزع الزيت وبعدين ننزل بالسجق. سامعين الطشه دي؟ انا عايزه الطشه دي اول ما تنزل السجق، بحيث ان السجق ما يتهرش منك ولا ينزل الميه بتاعته ولا اي حاجه. نيجي بقى ايه، بصلتين حلوين كده، بحب اقطعها بالحجم ده جوليان، مش اقطعها مكعبات. بتستوي وتدوب كده كانها مكرمله كده في السجق. هقطع الكميه بتاعتي هنا. انا كنت عامله نص كيلو من السجق، خدت معاها بصلتين حلوين، ولا صغيره ولا كبيره، بصلتين وسط. هنا كل شويه زي ما انتوا شايفين بفضل اقلب في السجق كده لحد ما ينزل كل الدهون اللي فيه. شايفين الدهون اللي منزلها؟ منزل كميه دهون رهيبه. طبعا عشان انتوا عارفين انا لو الفتره دي ما باكلش اكلات تقيله، او على الاقل بعمل دايت، فانا مش هعمل صراحه وصفه ليا وصفه لبيتي، فبعمل هي وصفه واحده وبمشي بالمقادير والمعايير بتاعتي. هنا انا خدت الطاسه وصفيت كل الدهون اللي فيها، سبت دهون بس بسيطه جدا ان هي ما تحرقش معايا. وبعدين حطيت البصل بتاعي وهقعد اقلب كويس. هفضل اقلب كويس كده وهحرك في الطاسه. وبعدين نحط ايه، معلقه توم كده، او تحطي 5 أو 6 فصوص توم لو انتي التوم بتاعك فريش. هنفضل نقلب في البصل ده كله على نار عالية. عايزة اقول لكم ان السجق ما بيحتاجش بهارات كتير، اخرك ملح وفلفل اسود، وعايزة تحطي بابريكا مدخنة تمام، بس ما تكتريش عن الملح والفلفل الاسود علشان ما تغيريش طعم السجق. السجق لوحده بيبقى طعمه حلو قوي. ده كله النار عالية، انا ما وطيتش خالص، وعمالة بقلب في البصل كده لحد ما يدبل معايا شوية ويطلع ريحته. هغطي عليه بقى ايه مع نفسه شويه. انا كل شويه بفتح عليها واقلب واغطي تاني عشان السجق ما يلزقش معايا ولا البصل. هنا لما لقيت البصل بدأ يدبل شويه رحت حاطه قرنين كده فلفل رومي. عايزه تحطي شطه حاميه براحتك اللي انت عايزاه اللي تفضليه. هنا انا حطيت الفلفل الرومي وقعدت اقلب جامد برضو لحد ما لقيت الفلفل كده طلع ريحته. وهغطي عليه يدبل شويه. وبعد كده انزل بقى ايه بطماطمايه كبيره. عايزه اقول لكم الطماطمايه دي بتخلي السجق جوسي كده ومسكر وجميل. بعد ما تحطي الطماطمايه وتقلبي كده شويه حلوين، حطيت نص كوبايه من الميه على السجق وعلى كل الخلطه دي كده بحيث انها تستوي بقى معايا. وفي الاخر حطيت
شويه بابريكا مدخنه، وعايز تحطي معلقه عجون طماطم حطي برضو مفيش فيها اي مشكله. وبكده السجق خلص معايا، ولا خد مني اكتر من 10 دقايق. اسرع واسهل اكله. عايزه تنجزي في يومك، جايه مشغوله، جايه مثلا ما عندكيش وقت، مش عارفه تطبخي ايه النهارده، طلعي سجق واعمليه، بجد فظيع. وزي ما انتوا عارفين ان انا الفتره دي ماشيه على نظام، فانا بصراحه بعمل هي اكله واحده وبمشي فيها عدد الكالوري بتاعتي يعني بقسم العدد الكالوري بتاعتي على نفس الوجبه اللي انا بعملها. وانا برضو هنزل لكم سلسله من وصفات صحيه اليوم كامل، فطار غدا عشاء لحد 30 يوم، سلسله كده وصفات صحيه لمده 30 يوم لخساره الوزن. عايزه اقول لكم دي اللي انا ماشيه عليها وفرقت بجد معايا. ان شاء الله هنزلها لكم في الفيديوهات الجايه يومين 3 وهتلاقيها بدأت تنزل ان شاء الله. نرجع هنا بقى تاني للسجق. انا هنا حطيت السجق بتاعي وحطيت معاه المكرونه. عايزه اقول لكم طعمها رهيب. شايفين اصلا السجق عامل ازاي، ولا واخد زيوت كتير ولا دسم معايا، عشان ينفع ان انا برضو اكل منه وفي نفس الوقت اكلة البيت النهارده، عشان ما اعملش اكلتين زي ما انا قلت لكم. اللي بيحب الدسامه تمام براحته، انا دي حريه شخصيه. انا اصلا السجق حلاوته بصراحه تاكليه كده بالصوص الدهون اللي نازله فيه، بس انا علشان اعرف اكل منه انا مش هقدر اعمل اكلتين بصراحه. اللي زي تعمل كده وتريح دماغها. هنا بقى شايفين السجق مستوي اصلا وجوسي وطري ازاي. وكده عملنا احلى طاسة سجق بلدي، انضف واوفر واطعم من اي عربية بره. جربوها، ومستنية تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم سر الوصفة الجاية. اشوفكم على خير ان شاء الله في سلسلة وصفات صحية لمدة 30 يوم.